يا جماعة معرض CES لسنة 2025 كان حوار، وشفنا فيه مع بعض كيسات كتيرة جدا، وفي واحدة من الكيسات اللي كانت معروضة هناك شدت عيني شويتين تلاتة، ألا وهي ايروكول بي 500 سي. وفي الفيديو ده احنا هنتكلم شوية مع بعض عن الكيسة دي، لأن الفترة اللي فاتت اتسألنا عليها بشكل كبير جدا. كيسة جميلة وشكلها خطير كده، ولكن هل فعلا تستحق اللي انت تدفع فيها فلوس وتشتريها، ولا ملهاش لازمة؟ وده اللي احنا نعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. فاعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نتكلم شوية مع بعض عن الكيسة. اول حاجه هتاخد بالك منها اول لما تطلع الكيسه من الكرتونه بتاعتها هو التصميم بتاعها اللي شكله غريب شويه. كيسه دول تشامبر بتيجي بالثيم المعروف اللي هو بتاع حوض السمك، والاساس بتاعها واخد كيرف كده شكله حلو قوي، انا ما شفتهوش قبل كده الصراحه، وده اللي مخلي التصميم بتاعها شكله غريب وجميل في نفس الوقت الصراحه. وفوق كل ده التبريد بتاعها كويس جدا، وكمان سعرها ممتاز، وانا هقول لك على سعرها كده كده بس في اخر الفيديو. ايوه علشان اطول الفيديو وتتفرج عليه لحد الاخر. والله دارس ماركتنج بقول لك مجنونه. وكمان الكيسه بتيجي بشاسيه معدني قوي جدا الصراحه، والكيسه من تحت ومن الجنب تقريبا كلها مش علشان الاير فلو يمشي بشكل كويس. بالنسبه للفرونت بانل فالكيسه بتيجي باتنين يو اس بي 3 وواحد يو اس بي 2، وزرار للباور وزرار للريستارت وزرار لل اي دي، ومكان للاي او اكس ومكان للميكروفون بتاعك. وللاسف ما بيجيش فيها تايب سي. ورغم ان الكيسه مش ضخمه، وبصراحه هو ده اللي محببني اصلا في الكيسه ان هي مش ضخمه كده، لكن هي بجد واسعه جدا من جوه، وهتتصدم لما اقول لك انت تعرف تركب في الكيسه دي ايه بالظبط. يعني مثلا الكيسه دي بيركب عليها اي بورده اي تي اكس، مايكرو اي تي اكس او ميني اي تي اكس، ولو معاك اضخم كارت شاشه في العالم هيركب عادي جدا مفيش مشكله، لان الكيسه دي ينفع تركب فيها كارت لحد 450 ملم. ولو انت عندك اير كولر مش ليكويد كولر فانت برضو تقدر تركب عليها اير كولر العمق بتاعه يكون لحد 162 مللي، وده رقم كويس جدا على فكره. ولو انت بتسأل على ابعاد الكيسه فابعاد الكيسه بتكون عباره عن 285 في 380 في 420. وبالنسبه لظهر الكيسه فانت هتلاقي فيه مكان كويس للكيبل مانجمنت، وفي كيدج كده ينفع يتشال تقدر تركب فيه 2 اتش دي دي 3.5 انش او 3 اس اس دي 2.5 انش، وتقدر تركب باور سبلاي في الكيسه دي لحد 229 مللي، يعني اكبر باور سبلاي في العالم هيركب عادي مفيش مشكله. وبالنسبه للاير فلو بتاع الكيسه فاحب اطمنك واقول لك ان الجهاز هيشتغل معاك بشكل كويس جدا، ورغم ان هي دول تشامبر وفيش تانك ستايل فالاير فلو هنا بيمشي بشكل كويس، لان الكيسه دي فيها تهويه كبيره جدا من الظهر ومن فوق ومن تحت الكيسه، وكده كده من الجنب بتاع الكيسه. وكم المراوح اللي انت ينفع تركبها في الكيسه دي مش طبيعي. انت تقدر تركب في الكيسه دي 3 مراوح تحت و3 مراوح فوق ومروحه في الظهر و3 مراوح في الجنب، فكده يبقى توتال 10 مراوح. والكيسه بالفعل اصلا بيجي معاها 4 مراوح، 3 من الجنب وواحده من ورا، كده كده 120 مللي وادريسبل ار جي بي. وفي كنترولر في الكيسه ينفع تركب عليه المراوح بتاعتك بالادريسبل ار جي بي بتاعها، والكابل بتاع الفان نفسه اللي هو بالمناسبه 4 بن مش 3 بن عشان تحكم في الار بي ام بتاع المراوح من المذر بورد نفسها. وكمان لو انت عايز تركب ليكويد كولر فانت تقدر تركب ليكويد كولر من فوق لحد 360 مللي، وممكن تركب برده من تحت لحد 360 مللي. وانا مش عارف مين ممكن يركب ليكويد كولر تحت الكيسه. وممكن تركب في ظهر الكيسه لحد 120 مللي، وفي جنب الكيسه لحد 280 مللي. وكده كده بالنسبه للفانات فانت برضو زي ما قلت لك هما تقدر تركب توتال الفانات اول عن اخر 10 فانات، كل فانه 120 مللي. فانا بقى ايه عملت فيها فلحوسه وقلت تعالى نجمع جهاز على الكيسه دي ونظبط الدنيا مع بعض. فرحت جبت بروسيسور رايزن 7 وار تي اكس 3080، ومش عايز احرق لك بقيه المواصفات علشان دي تجميعه لسه بتتعمل دلوقتي. فالمهم انا ركبت ليكويد كولر من ايرو كول، والبروسيسور والبورده وكارت الشاشه والرامات وكله تمام. ولو انت متابعني على الانستجرام وعلى تيك توك هتلاقي اللي احنا هبلنا شويه في التركيب، ما كنتش مركب الكولر صح وحصل شويه حوارات كده، بس في الاخر الجهاز اشتغل تمام. وتحت ضغط البروسيسور على النواه الواحده طبعا الحراره ما طلعتش عن ال 54، وتحت ضغط البروسيسور على المالتي كور درجه الحراره بكت معانا ال 97 وراحت راجعه نازله تاني في التسعينات 91 92، وده كان رقم كويس على كولر زي ده. وكارت الشاشه بعد ضغط حوالي ربع ساعه درجه الحراره بتاعته ما طلعتش عن 63 درجه مئويه. فالاير فلو في الكيسه دي كان كويس جدا، وتبريد الكيسه كان كويس.
فاوفر اول ده كان كل اللي معانا النهارده في الكيسه دي. اخر حاجه بس حابب اتكلم فيها هي سعر الكيسه. سعر الكيسه دي 3300 جنيه اللون الاسود، و3500 جنيه اللون الابيض. وسواء هتجيب اللون ده او اللون ده، فاحب اقول لك ان الكيسه بجد ممتازه جدا. ولو انت معاك تجميعه ايا يكن شكلها عامل ازاي، الكيسه دي بتغير شكل التجميعه تماما. فلو عايز تشتريها هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فاعرف انك طيب ومحترم وشبعان وابن ناس، وانا بحبك. وانا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.